النهارده هنتكلم عن خبر مؤسف، حالة وفاة جورج بالدوك لاعب شيفيلد يونايتد السابق اللي انتقل الى اليونان عشان يلعب في فريق باناثينايكوس عشان تبقى هنا النهاية للأسف. وفي ظروف غامضة بعد ما لقوا جثة جورج بالدوك في حمام السباحة بتاع الفيلا بتاعته بدأوا يعرفوا القصة بالظبط وايه اللي حصل فيها، وهي ان زوجة اللاعب فضلت تتصل بيه وقت طويل وهو طبعا ما بيردش عليها، لغاية ما خطر في بالها ان هي تتصل بصاحب الفيلا بتاعته، فاتصلت بيه وقالت له يروح الفيلا عشان يطمنها عليه. وهنا بقى اكتشف المفاجأة، لقى الجثة بتاعت بالدوك عايشة على وش المية، وفي ساعتها اتصل بالشرطة وبلغ عن الحادث، وبسرعة راح الطبيب الشرعي لمكان الحادث عشان يعرف ايه هو سبب الوفاة. وعلى طول الجهات الأمنية بدأت تكثف التحريات بتاعتها وبدأت تسأل الجيران وتفرغ الكاميرات اللي في الشوارع عشان توصل لحل اللغز. وللأسف لغاية دلوقتي كل حاجة مبهمة ولسه محدش عرف ايه هو سبب الوفاة. طبعا اللي بيلعب فانتازي الدوري الإنجليزي عارف كويس جدا وهيفتكر بالدوك لأنه كان مميز جدا مع شيفيلد يونايتد.